السلام عليكم، معاكم ممثلة الغبان نزهة من دراما الجزائرية. نصنع الحدث من العراق للجزائر أيضا. تابعوا قصتي مع العربية الحدث، وما تنساوش رانا نستناو فيكم باش تتبعوها وتعطينا رايكم. حاجة وحدة اللي قلناه هنا يموت هنا، يعني اش باغي البراني يدخل بين هاد الظفر واللحم، متفاهمين؟ هاي السلام عليكم. نزهة من أصل عراقي ومن أصل جزائري، الأم جزائرية والأب عراقي. ملي كنت صغيرة كنت نعيش عند جداتي حتى لاج 10 سنين باش عرفت عائلتي وكبرت معاهم، كملت معاهم. كي وصلت لعمر 15 سنة كنت نسمع بلي بابا عراقي وهالأفايس، بصح ما كنتش متأكدة من الموضوع حتى ل 15 سنة 16 سنة هكاك باش عرفت عائلتي تاع العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كي عرفتهم الفم بدات الرحلة تاع اللهجة العراقية تتطور معايا غير بشوي، وليت نتقنها لدرجة اني عشت في العراق وما عشتش في الجزائر. بعد ما عرفت عائلتي شكون وش حكايتهم وباللي عراقيين واني جزء لا اتجزأ منه، فثاني عرفت باللي عندي عمتين في روسيا، واحدة منهم كانت ممثلة. فمن هنا بدأت اللقطة تاع التمثيل والفكرة تتجمع في راسي، وليت نزيد نحب الفكرة أكثر. كي كنت صغيرة كنت نقول نشتي التمثيل بصح ما باليش علاش، قلت بالك لأنه ممثلين وعالم الشهرة، بصح لا تفكرت باللي لازم يكون رابط تاع دم ولا كاش حاجة اللي تربطك بهذيك الحاجة اللي راك تحبها. بعد ما نجحت في مرحلة من الدراسة حبيت ندير باوز غير باش نحقق الحلم تاعي. 2019 كانت أول بداية لي مع الجزيرة الوثائقية، أما 2020 كانت كبداية للفيلم القصير فجر الحرية مع أستاذ توفيق. ثالث حاجة كانت في 2021 بعد الكوفيد مع الأستاذ علي جبارة اللي كانت قتل أزرق، وأيضا كانت فيها الشهيد أحمد بوقرة. 2022 كانت ألف أشهدوا. 2023 كانت كفن البروكار، وأيضا مشاركة في المعهد العالي للفنون لتخرج مغنية الكورس. ورابعا كانت 2024 كبداية لروح الجزائر، وهنايا اللي قدرت نتحصل على الدور في المسرحية وليس كجزء من وجوه فقط لتعبئة المسرح. الحمد لله توفقت فيه. 2025 اللي لحنا طبعت اسمي في مسلسل تابعه كدور إكرام اللي تخدم في البلدية واللي مها حفافة وكانت تحب واحد يخدم في البطوار. إكرام كانت شخصية بالنسبة لي مختلفة تماما، لأنه كانت جريئة جدا، كانت تهدر كلمة الحق وتواجه. أما بالنسبة لنزهة كانت حشامة. باش نقول لكم نزهة فات في صعوبات كبيرة وما كانتش بالسهل باش توصل وين راهي واصلة. أهم حاجة اللي وقفوا فيها معايا هي الأم تاعي، واللي نقدم لها شكر كبير اللي قدرت توقف معايا وتكمل معايا هذا المشوار ومازالها مكملة. أما بالنسبة للأب كانت صعيبة ليه بزاف باش تخرج واحدة من بناته للمجال الفني، وصعيب باش الأب ياكسبتي هذه الفكرة. راني في شي الدولة مانيش في شيكم، ولا سرقوا شي الناس وتقولوا بلي شيكم. خلاص أزرق لعبكم تكشف كي تحق اليتيم وانتي تهرب.